يلا كلنا نقول ما شاء الله. وعشان تعرفوا انكم حبايبي انا جايه النهارده اقول لكم على السر بتاعي ازاي خليت شعري يكون مترطب كويس وفي نفس الوقت جلوي كده وفي لمعه. وبجد التركايه دي فرقت معايا قوي. هتجيبي اي ماسك، مش لازم اللي انا مستخدماه، المهم تكوني بتحبيه وبتحسي ان هو ماشي مع شعرك. انا مستخدمه هنا ماسك فيفلين لان انا حباه الفتره دي. وبعدين سخني زيت زيتون وزيت الحبه السوداء او اي زيت انتي بتحبيه، حطيه على الماسك وقلبيهم بقى كويس قوي. وزودي زيت طبعا حسب كمية الماسك اللي انت حطاها وكمية شعرك، وافضلي قلبي لغاية ما توصلي للقوام ده وتحسي ان خلاص الزيت اختلط مع الماسك ودخلوا في بعض. بعدين اغسلي شعرك بالشامبو ونشفيه وحطي الماسك على شعر مبلول. بصي قوام الخليط اللي احنا عملناه وحلاوته. ببتدي بقى احطه على شعري خصلة خصلة وبركز على الاطراف. بعد كده بلمه وبسيبه من نص ساعة لساعة، وبعد كده بدخل اخد الشاور بتاعي عادي جدا. مش فاهمين الستيب دي فرقت ازاي؟ انا شعري جاف ومش بيترطب بسهولة، ولما بستخدم الماسك لوحده بيفضل ناشف، ولما بستخدم الزيت بس للأسف بيوقع لي شعري لان فتلته ضعيف. ودي كانت ابيزود 2 من سلسلة تركاية لشعري صحي اكتر. قولولي لو عايزين نكمل في السلسلة دي.